يقدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتيك. يفتح يا رزاق يا مسهل الأرزاق، افتح يا ربي على الشباب وحل عليهم جميع الأبواب بالرزق والبركة، دور النعورة والحركة، وكل واحد يأسس مقاولته ويدير العز لصنعته. إيوا يا ربي سهل على كل شاب وشابة مغربية يديروا مقاولتهم ويحققوا الاستقلالية المالية. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. المقدمة راها سالات وحلقتنا ها هي بدات. اليوم غادي نتكلموا على انواع التعاونيات اللي في اغلب الاحيان كتكون مصنفه لجوج فئات: التعاونيات النسائيه والتعاونيات حاملي الشهادات. الاولى كتكون منكبه على كل ما كيتعلق بمجال الصناعه التقليديه والنسيج والزرابي والطرز والفصاله والخياطه العصريه والتقليديه، وحتى المجال الفلاحي بحال تربيه الماشيه والنحل والارانب والاعشاب الطبيه، وكذلك المنتوجات الاستهلاكيه بحال الكسكس وصناعة الحلويات والأركان. المهم قطاعات كثيرة خاصها غير إرادة كبيرة. أما الصنف الثاني ديال حاملي الشهادات كيكون متعلق بالفلاحة والصناعات والنقلية الحنين وحتى التربية والتكوين. الحصول قطاعات كثار خاص غير اللي ينوض يشتغل باستمرار وما يتسناش الفلوس تدق عليه في باب الدار. الحلقة الجاية غادي نتكلموا على النظام الضريبي والمحاسباتي للمقاولة واللي كل واحد ملزوم عليه يضبط جميع الأمور فيه. إذن قبل ما نختموا ندوزو للخلاصة. أنواع التعاونيات عديدة ولكن أغلبها كينقسم لجوج فئات: التعاونية النسوية والتعاونية حاملي الشهادات. إيوا بلادنا الحمد لله كتمنحنا الفرصة باش نصنعوا الثروات، خاصنا غير نوضو نتوكلوا على مولانا ونبروا بالصنعة حيت راها علينا أمانة. وما تنساوش المسابقة باش تعرفوا على 5 الفائزين دروك. دخلوا دابا صفحتنا بالفيسبوك بلا ما تقلب ولا تدور، راه سميتها بودور. جاوبوا على سؤال الحلقة اليومية وغادي تربحوا 5 الجوائز هدية. وملي تجاوب في كومونتير غادي تحتاج دير جيم وبارطاج. ومن هنا الحلقة الجاية يا سادة، الله يلاقينا في ساعة الخير مع شادة. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. قدم لكم برنامج يفتح يرزاق من طرف مؤسسة التوفيق للقروض الصغرى بشراكة مع سيلاتيك.